حتة حتة حوشتهم وقلت في يوم هينفع واستخدمهم. صلى على حبيب قلبك يطيب. شايفين الطبق اللي في ايديا ده حتة شاورما على حتة فراخ مقلية على حتة فراخ مسلوقة على حتة فراخ مشوية. فضلت احوش فيهم، كان كل ما يتبقى حتة ما اقولش للعيال لا كلوها، كنت اشيلها في الطبق لحد الحمد لله ما جيت النهارده بفتح الفريزر بما اننا خلاص داخلين على اخر الشهر. لقيت الطبق الحلو الجميل ده، قلت لا هعمله، عايزه اعمله اكله ما ينفعش معاها شاورما ولا تنفع. بصي مش هتتغمز من الاخر، يا مكرونه يا رز. جبت الطبق ده، بدات اطلع منه الحتت ولو في عظم بشيله، والقطع الكبيره بقسمها نصين. بالمناسبه انا اسمي سمر، بعمل ميزانيات يوميه واسبوعيه. ميزانيتي بتبتدي من اول 1000 جنيه لحد 3000 و4000 جنيه. اكتبي لي ميزانيتك ايا كانت هي كام، يوميه اسبوعيه او حتى شهريه. انا بعمل اكلات من اول 10 جنيه. اكتبي لي ميزانيتك وانا ان شاء الله وفضل من الله اوعدك هجيب لك اقل الاسعار واكتر اصناف موجوده في السوق بتريكاتنا وحركاتنا. انا جبت طبق حطيت فيه معلقه عسل اسود كبيره، حطيت عليه بصلايه وقرنين فلفل وطماطميتين. الكميه دي انا بعملها بستخدم منها للاكله، والباقي بشيله في الفريزر على اي حاجه تنفع معاكي شوي، اذا كانت لحمه او فراخ. صلي على الحبيب قلبك يطيب. العسل يا سمر مش هيغير طعمها والله خالص، العسل عشان اعزز بيه اللون فقط، وبيدي مزازه بقى اذا كانت لحمه مشويه او فراخ مشويه او حتى شاورما. وبنعمل بيه كمان الرز. هضرب الكلام ده كله في الكبه. انا كان ممكن اضربه في الخلاط بس انا عايزاه فيها روح صحيحه كده، يعني يبقى سمكها تقيل. وهعزز معاكي بكل التوابل اللي ان شاء الله ان شاء الله موجوده في كل بيت. مش هنحتاج نجيب توابل كتير. من اساسيات التوابل دي السبع بهارات، هتنفع معاكي في الشوربه وفي كل حاجه. انا حطيت شويه ميه، حطيت معلقه من بودره الزعفران او لون الزعفران، عشان الزعفران غالي جدا فده لون الزعفران ولون صحي. وحطيت معلقه من السبع بهارات وفلفل اسود، وهقلب الكلام ده كله. هنا كل التريكات اذا كانت بقدرة الزعفران او العسل عشان اعزز اللون، مش اكتر ولا اقل. وبالمناسبة مش هيغير طعمها خالص. هنا تقيلة هي الحمد لله، هقلبها وهشيلها كمان في كيس. هشيل شوية في كيس لوجبة تانية بما اني شغلت الكبة، وشوية تاني هينفعوا. كنت هنسى الثوم وكنت هنسى الملح. هحط الثوم والملح. بصي بقى ريحتها اللهم بارك، هي مش تقيلة يا بنات، هي انا مكتلاها كده عشان لما اجي استخدمها بخففها بشوية مية. هشيل الشويه دول في الفريزر، تقعد معاكي على قد ما تقعد، ولا هتبوظ ولا لونها هيغير ولا اي حاجه. لون الزعفران بجيب ب10 جنيه، هتستخدمي منه 3 4 مرات، مش غالي. لون الزعفران مش بودره الزعفران، عشان محدش يقول لي الزعفران غالي، ده غالي وغالي وغالي، مش غالي بس. هديها تقليبه. بص اللهم بارك، مسافه ما قلبتها هتتشرب في ثواني. وده اللون اللي انا عايزاه، مش نحط حاجه تاني. يبقى لون الزعفران، ملح، فلفل، السبع بهارات، بس كده. واخر حاجه نسيتها الملح، حطيته. الثوم اختياري، لو انت مش عايزه فيها طعم الثوم ما تحطيش، بس احنا بنحط ثوم عشان الريحه بتاعتها يبقى جميله كده. والفلفل بما اننا عايزينها سبايسي، هجيب طاسه احط فيها معلقتين زيت كبار تسخن، هنزل بالشاورما هديها صدمه. هي اصلا تقريبا مستويه بما ان انا محوشاهم كام قطعه كده، ومش هيبان خالص ان هي ولا فيها مسلوق ولا فيها مشوي ولا فيها الكلام ده. قعدت جبت نص كيلو رز بسمتي ب 30 جنيه. الرز بسمتي من اول 60 جنيه لحد 90 جنيه. غرفت الاكل الجميل ده كله اللهم بارك والله ببواقي الفراخ. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اكتبي ميزانيتك ايا كانت هي كام وانا ان شاء الله هبهرك.